خير شهيدا يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا إني أحب محمدا والله خير شهيدا يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا صلي وسلم waxaan ka soconayaa معهد أبو بكر الصديق وحان soo sheegnay hore ama shacairkiisa ku qoran boo lixbid al-mutun shar'iyya waxaan rabaa laba ardayd oo inoo akhrin doona kitaabka loo yaqaan Hidayat al-Mustafid oo asaas u ah cilmiga tajwiidka laba gabdhood Maryam Ilyas iyo Nawal Ziyad falyatafadala mashkuura ma'juura هداية المستفيد في أحكام التجويد للشيخ محمد محمود. سؤال: ما حقيقة التجويد لغة واصطلاحا؟ جواب: التجويد لغة الاتيان بالجيد، واصطلاحا علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات والمدود. سؤال: ما غاية العلم التجويد؟ جواب: غايته بلوغ النهاية في إتقان لفظ القرآن على ما تلقي من الحضرة النبوية الأفصحية. سؤال: ما حكم الشارع في علم التجويد؟ جواب: التجويد لا خلاف فيه أنه فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين. سؤال: النون الساكنة والتنوين كم حالة لهما؟ جواب: لهما 4 حالات: الإظهار والإدغام والإغلاب والإخفاء. سؤال: ما حد الإظهار لغة واصطلاحا؟ جواب: أما لغة فهو البيان، وأما اصطلاحا فهو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة. سؤال: كم حروف الإظهار وما هي؟ جواب: حروفه 6 وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. سؤال: ما حد الإدغام لغة واصطلاحا؟ جواب: أما لغة فهو إدخال الشيء في الشيء، وأما اصطلاحا فهو التقاء حرف ساكن بمتحرك حيث يصيران حرفا متشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة. سؤال: كم حروف الإدغام وما هي؟ جواب: حروفه 6 وهي مجموعة في قولك يرمنون. سؤال: إلى كم قسم تنقسم هذه الحروف؟ جواب: إلى قسمين بغنة ويسمى ناقصا، وبغير غنة ويسمى كاملا. حفلتنا sii wadanaya waxaa igu sii xoga نواقض الإسلام وأخرين دون الطالب يحيى محمود فليتفضل مشكورا مأجورا. نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وصيدا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس: من استهزأ بشيء من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقاب به كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع:
من اعتقد أن بعض الناس سعوا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما يسعى الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به كفر. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. شكرا. الطالب يحيى محمود وحويان نو أخري نواقض الإسلام وطبعا شيء أو دين الإسلام كله وضحه مركا يا لسالسن الاسكي إلى لين كسا الدين الإسلام كمرة دوقة بحول ما كحوج سينا يا ما دام عقيدة وحويان أي مهم أي تهاي سؤال إجابة وقصة صن عقيدة وإنه أخرين دونان لو أرضي الطالب الدمالك إبراهيم الدمالك يو عبد الله إبراهيم. ما هي مراتب الدين الإسلامي وكم عددها؟ مراتب الدين الإسلام ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. سؤال: ما الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. سؤال: ما الإحسان؟ الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سؤال: ما شروط قبول العمل شروط قبول العمل اثنان: الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: كم أقسام التوحيد؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. سؤال: ما أعظم الذنوب وأكبرها عند الله؟ هو الشرك بالله، وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. سؤال: هل في الدين بدعة حسنة؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أيضا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. daas inoo soo jeedinaya caqiidadana waa shayga aasaaska qofka muslimka ah oo qofka muslimka caqiide aan haysanin waa geed aan caleen qabin marka caqiidadana waxa weeye waa muhiim caqiidada anaga aan haysanana waxa weeyaan waa caqiidatu ahlu sunna wal jamaa waxa ilmaha lagu barayo meesha suufinimo iyo ashaaciro meesha kama jirto waxa inta uu sii gudbaya anaashiid ay arday yar soo diyaariyeen على منهاج مركزنا نصير وفي ساحاته فرحا نظير لنا همم تعلق بالثريا كأن ثراها قمر منير سما باسم المدينة يحتوي مقام كالمدينة مستنير يقيم به أساتذة كرام على درب العلوم لهم مصير وفوض الطالبين تعج فيه يجدد فكرهم عزم كبير هلا 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 على منهاج مركزنا نصير وفي ساحاته فرحا نظير لنا همم تعلق بالثريا كأن ثناها قمر منير رياض جني يفوح للمسك منا ومن زارها فاح العبير يفيض من العلوم بجانبيه بأصناف لها عدد كبير فكم أرواح جموع تم ضمها لهم من شأنه شأن خطير هلا 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 على منهاج مركزنا نصير وفي ساحاته فرحا نذير لنا همم تعلق بالثريا كأن ثناها قمر منير
فيا لك مركزا أحيا وأعلى لواء العلم ليس له نظير فأنت حق من يثنى عليه وشعر اليوم أنت بي جدير فأدعو الله أن يبغيك دخرا لأهل الفضل ليس له نكير هلا 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 على منهاج مركزنا نصير وفي ساحاته فرها نظير لنا همم تعلق بالثريا كأن ثناها قمر منير. ما شاء الله أتضاير أنا أشيد الناس بحكي إلهي سبحانه وتعالى هبركيه آية هوضة يا مستقبل كودنا هو ميل في عقدنا بإلهي سبحانه وتعالى كيلو وأرضي دير أو قرآن كحفظيه أو متون تشرعين قرآن وحان إلهي سبحانه وتعالى كغير دينا يا إلهي سبحانه وتعالى إن والدين تودي يا معلمين تودي ودم داخو يو والدين تودي كسو ذلك يا معلمين تودي سو خبري إلهي سبحانه وتعالى جنة الفردوس إلهي سبحانه وتعالى كل ميو مستقبل كودي هذا كو حوار ما نكسر إلهي كديو أنت كدي بحوسي قد بيا إذاعات oo ardayda ay soo jeedin doonaan marka qoradii idaacadaha ay noo soo baxaan faritfadala mashkuuran maajuura السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بالمن والبركة. معكم علوان باشرة زياد إبراهيم وزميلتي فاطمة حمدي. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء في نشر الأخبارية والتي نتناول فيها تفاصيل العناوين التالية. معهد أبي بكر الصديق تنتظم فعاليات المنهج الدراسي وتقيم حفل الراية عن منقطع النظير. زيارة السيد أبو بكر في حفلة ونقاش مع مدير معهد الدراسات في الدولة الحالية قارسة. المنهج الجديد الذي جاءت به إدارة معهد أبي بكر الصديق. زيارة الرئيس الدولة الصومال في أحداث موت الملكة البريطانية وبعد مقالات الصوماليين على هذا الفعل. ومن جانب كرة القدم هناك اختلافات بين اللاعبين في مانشستر يونايتد وبعد الفعاليات التي أخذوها. أهلا بكم من جديد في تفاصيل ومناقشة تلك الأحداث وغيرها على رأس هذه الساعة. أود أن أرحب بتشكيل مراسلينا في قاعة الحفلة ليطلعنا على المستجدات في الأماكن التي تجدون فيها. سأبدأ بمراسلنا من قاعة الحفلة أيوب آدم عبدي أطلعنا على المجريات الأحداث حينات وكيف تم الأعداد حفلا في هذا اليوم. شكرا جزيلا مراسلنا زياد. والله أنا مسرور أن أكون مع هذه الحفلة الميمونة حيث تم الاستعداد 100% من جانب الوالدين والحاضرين الأعزاء في الحفلة. خلال أن تتلألأ كالشمس هذه الحفلة كانت حفلة الختام للمنهج الدراسي في هذا الفترة. طلاب معهد أبي بكر الصديق على فرح ونشاط وأرجو كلهم النجاح في حياتهم. أشكرك جزيلا شكرا يا أيوب آدم مراسلنا في قاعة الحفلة. أرجو أن تبقى معنا على الهواء. زار اليوم في هذه الحفلة السيد أبو بكر أمير مجالس الشعب في شرق قادسة ومدير معهد الدراسات في الحكومة الحالية قادسة وعلى رأس هذه الساعة. أرحب مراسلنا سادام عبد لكي يعطينا نقاش على هذه النقطة. اليوم السيد أبو بكر في هذه الحفلة متمتع وقد تعجب نشاطات الطلاب وكان له كلمة في حفلة حيث عد الطلاب أن يجتهدوا في دراساتهم وكذلك مدير معهد الدراسات قاسم كان مسرور أن يرى الحفلة كهذا الحفل. لذا شكر كل المعلمين الذين اجتهدوا في تربية الأولاد والوالدين الذين شاركوا مع معلمين في المدن التربية. أعود إليك في الاستوديو. شكرا لك مراسلنا سادام عبدي على ذلك النقطة. أرجو أن تبقي معنا على الهواء. كما ترون مشاهدينا الأعزاء أن معهد أبي بكر الصديق برز منهج جديد في تعليمه على تفاصيل هذه النقطة.
ورحب مراسلنا عبد الرحمن محمود. بكر الصديق يقوم في تنشئة الدعوة، حيث أن المعهد يركز مجال التعليم الديني، لذلك فمنهجه حفظ القرآن الكريم وحفظ المتون الشرعية، وهذا ما يوقظ الطلاب وبعد حيث سيكونوا متخرجين ومتخرجات الذين ينفعون أولادهم وبلادهم. شكرا لك مراسلنا عبد الرحمن في تفاصيل هذه النقطة. لا حديث هذه الأيام إلا في موت ملكة الإمبراطورية، وعلى هذه النقطة ورحم مراسلنا عكاز في دولة الصومال يطلعنا موقف وزيارة الرئيس الصومال على أحداث موت الملكة، وكذلك موقف الصوماليون على هذه النقطة. الرئيس الجديد في الصومال حسن شيخ محمود ذهب لزيارة المملكة الكافرة قوتها. كثير من الصوماليون ردوا هذا الفعل وأرفعوه بالأدلة الشرعية، فإن فعله لا يوافق الشريعة الإسلامية، وهذا الفعل وغيره هو الذي يجعل الصوماليون غير راضيين بالرئيس الجديد. مراسلكم عكاش محمد في قناعة معهد بكر الصديق في الصومال. شكرا لك مراسلنا عكاش في دولة الصومال على هذه النقطة. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء على نشرة أخبارية وما يتعلق بممارسات الرياضات. أما اليوم أخبارنا على مانشستر يونايتد مع مراسلنا خالد إبراهيم في أولد ترافورد. اللاعبين يعارضون ماغواير ورونالدو، حالتهما ليس جيدة، لكن في الشهر الماضي تيقظوا وغلبوا ليفربول على هدفين، وبعد هذا حث معلمهم أن يجتهدوا في تحقيق أهدافهم. مراسلكم خالد إبراهيم في أولد ترافورد. شكرا لك مراسلنا خالد على حسن تفاصيلك لهذه النقطة. وهذا مما نقدم إليكم برنامجنا اليوم التي تمس قضايا العالمية والمحلية. أشكركم مشاهدينا الأعزاء ومستمعين الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء في برنامج. وحتى ذلك الحين يمكنكم متابعتنا على موقعنا على الإنترنت www.بكرصديق.co.ke، كما يمكنكم مشاهدين على البث الحي على قناتنا. ويواصل إليكم الأخبار أخوكم زياد إبراهيم وزميلتي فاطمة حمدي. نترككم على الخير والبركة ونسلمكم على هواء مباشرة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرداس waxay inoo soo dhigeen idaacad qiimo badan malaha ilmahan aljazeera loo geyn lahaa wariyaal ka noqdaan. inta kadib waxaan ku sii soconayaa xafladeedii. waxaan ku soo dhaweynayaa gabdho akhrin doonaan al-fiqhi kultu fiqhi wax kamid ah. waxaa kamid ah Sundus iyo Sumeya Zuhru. saddex gabdhood oo akhrin doonaan al-fiqh. النجاة فيما يجب على عبد لمولاه، للشيخ العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. كتاب التيمم. أسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء، والمرض، والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم. غير محترم ستة: تارك الصلاة، والزاني المحسن، والمرتد، والكافر الحربي، والكلب العقور، والخنزير. فروض التيمم خمسة: الأول نقل تراب، الثاني النية، الثالث مسح الوجه، الرابع مسح اليدين إلى المرفقين، الخامس الترتيب بين المسحتين. مقدرات التيمم ثلاثة: ما أبطل الوضوء، والردة، والتوهم الماء إن تيمم لفقده. الذي يظهر من النجاسات ثلاثة: الخمر إذا تخللت بنفسها، وجلد الميتة إذا ذبق وما صار حيوانا. النجاسات ثلاثة: مغلظة، ومخففة، ومتوسطة. المغلظة نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما، والمخففة بول السبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين. والمتوسطة سائر النجاسات. المغلظة تظهر ب7 غسلات بعد إزالة عينها إحداهن بتراب. والمخففة
تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها. والمتوسطة تنقسم إلى قسمين: عينية وحكمية. العينية التي لها لون وريح وطعم، فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها. والحكمية التي لا لون ولا ريح ولا طعم، لها يكفيك جري الماء عليها. أقل الحيض يوم وليلة، وغالبه 6 أو 7، وأكثره 15 يوما بليالها. أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، وغالبه 24 يوما أو 23 يوما، ولا حد لأكثره. أقل النفاس مجة، وغالبه 40 يوما، وأكثره 60 يوما. ما شاء الله قبلها waxay xifdeen matn safiinatu najaa oo ah qodobta shaafiiciyada oo hor bilaawi jirtay. waxaan u maleeyaa ninkii soo maray arkay kitaab wuxuu ahaan jiray xaashi guud dhigi jiray la soo maray ninkii soo maray. waxaan rabaa inaan ku xujisiyo siira oo nabiga kaleey salaam siiradiisa siirada nabiga kaleey salaam ilmaha in la baro waa arrin fiican. waayo nabiga kaleey salaam akhlaaqdiisii iyo waxa weeyaan dacwadiisii loogu soo dhibay iyo si diinta uu soo rafaaday iyo waxa weeyaan manhajka diinta islaamka ee dhan bay ku dhisan tahay siirada. marka laba gabdhood oo siirano akhrin doonaan yaan ku xujisiinaya Zakiya iyo Sundus. فليتفضل مشكورا مأجورا. الجوزة المئية في ذكر حال الأشرة البرية للعلام ابن أبي عز حفظه رحمه الله. الحمد لله قديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كثيرة الرسول، منظومة مجازة الفصول. مولده في عاشر الفضيل، ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور 12 في يوم 2 طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان، وقبله حين أبيه حانا. وبعد 2 عامين قد فضيما، جاءت به مرضيعه السليمة، حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد 2 شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه. وبعد 16 جائي وفاة أمه على الأبواء. وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب. ثم أبو طالب العم الكفال ختمته، ثم إلى الشام الرحل، وذاك بعد 12 وكان من أمرهم بحيرا ما اشتهر. إلهي بركيو إنه أخري سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. waxaa igu dambeeya oo aan kusoo gabagabeynaya kitaab yar oo loo yaqaano Tuhfatul Atfal oo ah kutubta cilmiga tajwiidka kamid ah. waxaan kusoo dhaweynayaa arday yar akhrin doonto Mus'ab iyo Cabdullaahi Suleymaan iyo ardaydiisa. Mus'ab. قال العلامة السليمان الجمزوري رحمه الله تعالى: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تله، وبعد وكالحدم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميت بتحفة الأطفال عن شيخنا الميد الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون
فالأول الإظهار قبل أحرفه للحلق 6 رتبت فلتعرفه همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين غاء والثاني غنون ب6 أتت في النون عندهم ختبتت لكنها قسمان قسم يضغمه فيه بغنة بيوم علمه إلا إذا كان بكلمة فله تلقي كدنيا ثم سوان تله والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإغلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها سجدتنا كم زاد الشخص القسمة دون غيبا زد في تغضى ظالمة إن شاء الله ilmaha yar kutubta manduumaadka xifdiyey ilaahay subxaana watacaala khayr ha siiyo macalimiintiisa wax baran ilaahay subxaana watacaala ajri iyo xasanaad allah ka siiyo waxaa igu dambeeya oo aan hefay anaan hashii kelimada igu dambeysay waxaa weeyaan kitaab loo yaqaano usuulu thalaatha maadaama waxa weeyaan hadday aan ka hadlay dad waxaa jira beryahan soo baxay oo kutubti maxamed cabdiwahaab wax ka sheegsheegayo marka waxaa weeyaan sheekha cali raxmatullah wuxuu ahaa sheekh mujadid ah oo tawxiidka tajdiidiye ayuu ahaa marka waxa weeyaan anaga kutubta sheekhaasaan u aqsan inaan ku dhamaanayna marka waxaan igu dambeeyaa ardaygan muxsin maxamed cali oo iyana akhrin doona kitaabka usuulu thalaatha ah falyatafadal mashkuura ma'juura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن طلبة في معهد أبي بكر الصديق قسم الليل نريد أن نقدم لكم متن أصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني العمل به. الثالث الدعوة إليه. الرابع الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله وأنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه 3 مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالث أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ معنى يوحدون. ما أعظم ما أمر الله به؟ أعظم ما أمر الله به التوحيد. ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. ما أعظم ما نهى الله عنه؟ أعظم ما نهى الله عنه الشرك. ما هو الشرك؟ الشرك هو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما شاء الله ilmaha ilaahay ha barkeeyo. Waxaan ka cudurdaaranayaa ardayda kale arday badan meeshan ugu qoran, laakiin sida awgeed waqti ima saamaxayo, waqti kale la jooga dad marti ayaa noo fadhiya. Marka waxaan ka cudurdaaranayaa ardayda inteeda kale inay iska sabraan xaflad dambe ma soo bandhigayna inta kale. Waxaan kaloo ka cudurdaaranayaa martida meesha imaatay waqti kulul baa la jooga, marka iga raali ahaada. waxaan kaloo raali ka gelinayaa ardayda waa arday cusub, waxaweyaan wixii akhdaa ah iyo wixii waxaweyaan lagu arko laga cafiyo. Intaa kadib wixii barnaamij ilmaha ay soo gudbineen halkaas ayuu ekaaday.